الأديب العالمي تولستوي بيقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هو مؤسس دين ونبي الإسلام الذي يدين به أكثر من 200 مليون إنسان، قام بعمل عظيم بهداية وثنيين قضوا حياتهم في الحروب وسفك الدماء، وأعلن أن جميع الناس متساوون أمام الله. يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة. أما بقى الشاعر الفرنسي لامارتين فبيقول: أعظم حدث في حياتي هو إني درست سيرة رسول الله محمد وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. الكاتب توماس كارليل بيقول: إنما محمدا شهاب قد أضاء العالم. أما بقى عالم الفيزياء أينشتاين فبيقول أن محمدا استطاع حماية الإسلام الذي هو ما زال قوة حتى الآن. الفيزيائي مايكل هارت بيقول إن محمدا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح على المستويين الديني والدنيوي. إن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا بيخليه أعظم شخصية أثرت في تاريخ البشرية. أما بقى الكاتب جان جاك روسو بيقول: لم يرى العالم حتى اليوم رجل استطاع أن يحول العقول والقلوب من عبادة الأصنام لعبادة الإله الواحد إلا محمدا. أما بقى الفيلسوف سانت هيلر المستشرق الألماني فبيقول: كان النبي محمد داعيا إلى ديانة الإله الواحد، وكان في دعوته هذه لطيفا ورحيما حتى مع أعدائه، وإن في شخصيته صفتين هم العدالة والرحمة. شهر ربيع الأول 571 ميلاديا و53 قبل الهجرة في عام الفيل اتولد أعظم خلق الله أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ما تيجوا كده بقى أوصف لكم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان فخما مفخما، أول ما تشوفه كده تحس بالفخامة، بيميل للطول، بيتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وشه زي القمر، عظيم الهامة، لما تشوفه كده تحس بالهيبة، شعره مش مجعد ناعم، لما كان يعمل كده بإيده كان بيفترق ولونه أسود وطويل. كان صلى الله عليه وسلم يخلي السيدة عائشة تجيب كده الإناء اللي فيه المية، ما كانش فيه مراية بقى ساعتها، وكان بيبص فيه ويسرح شعره ويفرقه ويحط في الفرق ده الطيب، الريحة الجميلة. فكان لو مشي في شارع وعدى فترة على الشارع ده الناس تقول أكيد النبي عدى من الشارع ده من الريحة الجميلة. لون بشرته أبيض بحمار، مش اللي هو البياض الكالح الباهت ده، لا، أبيض بحمار، واسع الجبين، بين حواجبه عرق بينفر لما يغضب اللي هو العرق الهاشمي، عينه واسعة ومتكحلة من عند ربنا كده طبيعي، ورموشه طويلة وكثيفة، أنفه نحيف ومستقيم، وأسنانه بيضة ومفلجة، لحيته طويلة وطوله مناسب، وجسمه مش نحيف وجسمه متماسك، يعني ناشف كده مش طري، وما عندوش كرش خالص، عريض ما بين الكتفين، لما بينكشف جزء من جسمه كده مختفي بتلاقيه منور، فيه نور كده طالع منه، صوابعه طويلة، عنده حياء، وشه بيحمر من الحياء، متواضع، بيعظم النعمة، يعني لو اديته حاجة بسيطة بيعظمها، ما بيذمش حد أبدا ولا بيعاير حد. لما يقولوا له ده سرق يا رسول الله يقول لهم قولوا أخذ مش سرق، ده مجنون يقول لهم قولوا مصاب، بيشارك الناس في ضحكهم وحزنهم وتعجبهم، وبيكرم ضيفه. تعالوا بقى ما اقول لكم ايه هي معجزة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان من سادات وزعماء قريش، وكان رئيس بني هاشم وبني المطلب، وكان معروف بالمحافظة على العهود، وكان كريم جدا لدرجة ان قريش كانت مسمياه بالفياض. وقبل ما يتولد أولاده نذر وقال: يا رب لو رزقتني ب10 من الأولاد هذبح واحد منهم، ودي كانت من عادات الجاهلية ساعتها، يعني ما كانتش حاجة غريبة. فلما ربنا رزقه ب10 من الأولاد كان المفروض إن هو يوفي النذر، وفعلا عمل قرعة عشان يشوف هيذبح مين من أولاده، وكان أحب واحد فيهم لقلبه هو ابنه عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت القرعة على عبد الله. فكان عبد المطلب حزين جدا، فاقترحوا عليه إن هو يعمل قرعة بينه وبين 10 من الإبل، يعني ورقة مكتوب فيها عبد الله وورقة مكتوب فيها 10 من الإبل، فطلعت القرعة برضو على عبد الله، فزود 10 كمان وبقوا 20 من الإبل، وبرضو طلعت القرعة على عبد الله، ففضل يزود 10 لحد ما وصلوا 100 من الإبل علشان يفديه. وفعلا في اللحظة دي وقعت القرعة على 100 من الإبل علشان يعيش عبد الله ويتجوز السيدة آمنة بنت وهب ويخلفوا أعظم شخصية في تاريخ البشرية.
حياة النبي باختصار هو ان ابو النبي اللي هو عبد الله مات وهو عنده 25 سنة، والنبي كان لسه جنين في بطن امه شهرين تقريبا. وبتقول السيدة آمنة ان النبي كان حمله خفيف جدا ومفهوش اي تعب، واتولد سيدنا النبي بعد 50 يوم من حادثة الفيل اللي هي محاولة هدم الكعبة. وبتقول السيدة آمنة ان يوم ما اتولد النبي خرج منه نور اضاءت له السماء، ويوم ولادة النبي اتطفت نار فارس. الفرس كانوا بيعبدوا النار وكان بقالها 1000 سنة ما اتطفتش، مخلينها مولعة 1000 سنة، اتطفت في اليوم ده. وانشق ايوان كسرى اللي هو القصر بتاعه، اتهز قصر كسرى ووقع منه 14 شرفة، 14 بلكونة اتهدوا. وفرح بيه جده عبد المطلب جدا وذبح الذبايح وقال هسميه محمدا لكي يحمد في السماء والأرض. ولكن لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى عنده 6 سنين ماتت أمه وهي صغيرة، كان عندها 20 سنة. لما ماتت أمه قعد مع جده عبد المطلب 2 سنين لحد ما بقى عنده 8 سنين، واللي اعتنت بيه في الفترة دي كانت مرات جده فاطمة بنت عمرو. ولما مات جده قعد مع عمه أبو طالب. كان أولاد عمه يصحوا من النوم شعرهم منعكش، وسيدنا النبي يصحى من النوم شعره متساوي. يقعد مع أولاد عمه على الأكل، وأولاد عمه كانوا كتير فكانوا بيخطفوا الأكل من بعض وهو لأ. ولما يقعد معاهم الأكل يكفي، ولما ما يقعدش معاهم الأكل ما يكفيش، لدرجة إن عمه كان بيقول لأولاده استنوا أخوكم محمد وما تاكلوش من غيره. وجد النبي اللي هو عبد المطلب قبل ما يموت هو اللي طلب من عمه أبو طالب إنه ياخد النبي ويقعد معاه. طب اشمعنى اختار أبو طالب بالذات؟ أول حاجة لأنه الأخ الشقيق الوحيد لعبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده هيكون أحنهم عليه. السبب التاني هو إن أبي طالب أكتر أبنائه حكمة وهو الأفضل لكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث والأهم إن زوجة أبي طالب اللي هي فاطمة بنت أسد كانت أكتر زوجات أبنائه حنانا وعطفا، والرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة دي كان محتاج لحنان الأم. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب 17 سنة لحد ما اتجوز في سن 25 عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ترى مين أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف؟ في أقوال كتير. الإمام السيوطي بيقول إن أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف بشكل كبير ومنظم هو حاكم أربيل اللي هو الملك المظفر أبو سعيد كوكبري. وفي اللي قالك لا، ده الأيوبيين هم أول ناس احتفلوا بالمولد النبوي الشريف بشكل منظم في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي. ويقال إن الفاطميين هم أول ناس احتفلوا بالمولد النبوي الشريف، وكانوا بيعملوا حلاوة المولد ويوزعوها، وكانوا كمان بيوزعوا الصدقات. وفي الاحتفال الرسمي بقى كان بيتمثل في موكب قاضي القضاة اللي كان بيحمل صواني حلاوة المولد، وبيتجه الجميع للجامع الأزهر وبعد كده لقصر الخليفة، وكان بتقام هناك خطبة وبعد كده يدعو للخليفة وكل واحد يروح لبيته. وهم كمان اللي ابتكروا فكرة عروسة المولد. في رواية بتقول إن الخليفة الفاطمي كان بيخرج يوم المولد النبوي الشريف في موكب، وكان ديوان الحلوى التابع للخليفة بيحضر كميات كبيرة جدا من حلاوة المولد عشان يوزعوها على الجنود والشعب. وابتكر بقى الديوان صناعة قوالب من الحلوى واللي كانت عبارة عن عروسة وحصان علشان يوزعوها على الأطفال ويفرحوهم. وفي رواية تانية بتقول إن الحكام الفاطميين كانوا بيشجعوا الشعب على الجواز في يوم المولد النبوي الشريف، وكانوا بيعملوا حفلات الزفاف وبتتعلق الزينة. وابتكر الشعب بقى عروسة مصنوعة من الحلوى دي وعريس راكب حصان، وكان أهل العريس بيهدوا العروسة الحلاوة دي لمرات ابنهم، وعلى فكرة العادة دي لسه موجودة لحد النهاردة. أما بقى الرواية الثالثة فبتقول إن عروسة المولد دي ظهرت في عصر الحاكم بأمر الله لما خرج في موكب مع زوجته اللي كانت لابسة ثوب أبيض في يوم المولد النبوي الشريف، وعشان كده عملوا العروسة كناية عن زوجة الخليفة والفارس كناية عن الخليفة. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الاثنين، ولما سألوه بتصوم يوم الاثنين ليه؟ قال لهم ذلك يوم ولدت فيه. فالاحتفال ممكن يكون بالفرحة والعبادة. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.